اهلا اهلا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى النهارده نعمل احلى واجمل حواوشي، سهل وبسيط ومش هياخد منك اي توقيت. يلا بينا نبدا الفيديو. عمري ما بغير طريقتي دي ابدا ابدا. سهله وبسيطه جدا جدا. هيقولوا لي حطي موتزاريلا مش هحط، هيقولوا لي اعملي مش هعمل. هي دي الطريقه الصح بتاعت الحواوشي، سهل وبسيط. والله يا جماعه بيطلع تحفه زي بتاع بره واحلى، يعني كمان احلى من بتاع بره. لازم تجربوه وخطير. 5 دقايق بس كده من وقتك، اعملي معايا التتبيله التحفه دي وصدقيني هتطلع خرافية، مقرمش وطري في نفس الوقت. يعني انا جمع بين الاتنين. معانا دلوقتي انا دي نص كيلو لحمة، عملت لي 6 سندوتشات. طيب هنعمل ايه؟ نص كيلو لحمة، بس تبقى اللحمة سمينة شوية، يعني تبقى اللحمة حلوة. إيه طبعا، إيه انا بضايقك جدا من الناس اللي بتحط توابل 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 في الحواوشي، طعمه بيروح. يعني هو الحواوشي يا جماعة المعروف فلفل وملح وبصل وفلفل اخضر، بس كده. عايزه تزودي اضافات بتبقى بسيطه، او تجيبي تتبيله حواوشي وتحطيها وخلاص. يقعدوا يحطوا لك تتبيله حواوشي ويقعدوا يحطوا لك مش عارفه توم باودر، يا جماعه كتير كتير والله. دي الطريقه الصح، دي الطريقه اللي هتاكلي منها سندوتش حواوشي خطير. طيب انا هنا بطحن البصله، بطحنها كويس جدا جدا جدا، وما بنزلش الميه. يعني انا مش بصفي الميه بتاعتها واخد التفل بتاعها واحطه في، لا، هي كده كله على بعض. وبحط الفلفل برضو بكام فلفلايه على حسب ما انت تحبي. عايزاه يبقى حراق شويه، ممكن تحطي فلفل اخضر حراق، يعني ممكن تحطي واحده كده ولا حاجه. بس إيه، انا النهارده سهلت على نفسي وجبت العيش من بره، ممكن نعمله بعد كده ان شاء الله مره. بس ايه، قلت اسهل يعني. وخلاص حطيت فلفل وملح وبس. طبعا اتوصي بالفلفل كده شوية علشان اللحمة، وحبة الملح بتوعك. قلبي كل دول على بعضه وخلاص. جيبي بقى العيش بتاعك. انت دلوقتي ممكن تسيبيها، مش هقولك بقى يوم ولا لا، على طول ممكن حدود نص ساعة كده وتبدأي تشتغلي فيها. ولا هنصفي المية ولا اي حاجة. انا بشوف ان المية بتاعت البصل دي بتسويلك اللحمة في الساندوتش. دي من تسوية اللحمة، وهنعمله في الفرن. حابة تعمليه في المقلاية براحتك، مرة نبقى نعمله في المقلاية مع بعض. بس دي طريقة سهلة يعني في ثواني، يعني مش بياخد، والله ما اخد مني تلت ساعة في النار وطلعت اللحمة مظبوطة وطلع طعمه خرافي بجد. بس اهم حاجة حطي بقى المقادير بتاعتك وقلبي بقى اللحمه، يعني خلي اللحمه كده تتشرب من التتبيله اللي انت عملتيها. وما تحطيش بهارات كتير، يعني نصيحه مني ليكي، كفايه يا جماعه بهارات. انت والله العظيم البهارات دي بتضيع طعم الاكل. يعني في بجد بجد كميه بهارات بتتحط تبقى مش عارفه انت بتاكلي ايه بصراحه. وخلاص انا بدأت اعملها كده كويس جدا كده. اديها وقتها في التتبيلة، اهم حاجة نديها وقتها في التتبيلة. بحيث اللي هي كل التتبيلة تدخل كده جوه اللحمة. وكتفت اللحمة اهي، يعني شوية التوابل اللي انا حطيتها اللي هي البصل والفلفل كترت لي اللحمة خالص اهي. وفي الوقت نفسه لما جيت اعمل السندوتش طلع حبة لحمة حلوين، يعني حاطة لحمة حلوة في السندوتش، يعني مش حبة قليلين، لا. وبس بعد ما اتبلت جبتها بقى، وقمت جايبه العيش بتاعي، جايبه عيش ابيض. حابه تحطي في عيش اسمر مفيش مشكله، اللي هو بتاع الفرن ده، يعني سهلي على نفسك زي ما انا بقولك. إيه حابه تعملي انت العيش برضو مفيش مشكله. بس انا بقولك القصر، يعني انت واقفه تعملي حواوشي فبتبقي عايزه الدنيا سهله يعني. حبه زيت في الصينيه زي ما انتوا شايفين. وبعدين قمت جايبه العيش حطاه وحاطه اللحمه جواه وحطيت. عملت كده السندوتش. وبعدين بعد ما اعمل السندوتش واقفله احط برضو حبة زيت على الوش فوق، بحيث اللي هي تحطي بقى في الفرن على طول. والله ما بياخد اي حاجة، بقى مقرمش. يعني سهل جدا جدا جدا. بدأت اعمل كل الكمية اللي عندي بالشكل ده واحطها بقى في الفرن. يعني انا حبيت اعمل واحد تاني قدامك اهو عشان تعرفوا ان الدنيا يعني الحواوشي دي سهلة. وبيطلع حلو. بصراحة الحواوشي بيطلع حلو وسهل. يعني احلى حاجة تاكليها في البيت وبسرعة الحواوشي. والجو ساعات بيبقى حر زي ما انتوا شايفين، فبيبقى المواضيع بتاعته سهلة، سهلة جدا. بدل ما تفضلي تقفي وتعملي، مش لا، ده سهل. خلاص انا حطيته في الفرن
وطلعته وهوريهولكوا دلوقتي. طالع خطير 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 بجد يا جماعة. لازم تجربوا الوصفة التحفة دي وتقولوا لي ايه رأيكم. وبجد هي جميلة وهتعجبكم ان شاء الله. واللحمة كمان، يعني اللي بيسأل يا جماعة دايما يقولك ايه اللحمة في السندوتش بتبقى مستوية ولا لأ. لازم سوية اللحمة بتاعك خدي بالك يكون مظبوط، لان لو السوية مش مظبوط محدش هياكله هيقرف منه. دي نصيحة مني. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد مع مطبخ ست هاني.